يا صباح الخير. وبالأجواء الشتوية ما تحلى إلا هيج نوع من القرع الجبلي. شو تسموها أنتم؟ أنا فتحتها وحاولت إنه أسوي لها زغرفة معينة، وبعدين أقطعها، أنظفها وأقطعها، إحنا نسلقها وناكلها كأنما كاستر. كثير تعجبنا وما شاء الله. شوفوا شلونها جدا رائعة. واكو ناس ينظفوها ويحطون بيها طعام اكل تمام، برياني اي شي، ويحطوها بالفرن، يلفوها بالسيليفون ويسووها. بس اني لا، راح انظفها وان شاء الله نطبخها وناكلها بليالي الشتوية. جدا مفيدة. وايضا انه وقتها احنا نحب ناكلها بايام ليالي الشتوية، يعني لان ليالي طويلة وينراد لها اكل يجوع الشخص. بس شنو، ناكل اشياء مفيدة وما نكثر من الاكل، لانه صحتنا فوق كل شيء. هاي ما نبقي اي شي بيها، هاي الداخل مالها الشعيرات كلتها ناخذها ونخرطها ونقوم بإزالتها حتى تكون سهلة في انه تنسلق وما يكون فيها اي اضافات من هذه الشروش اللي بداخلها. هذه راح نشيلها، وبعدين نستفاد من ايضا الحب اللي بداخلها، البذر، نغسله نيبسه، نرجع نقليه او نزرعه، لان ما شاء الله كثير طعمها طيب وحلوة وما يراد لها حتى اي اضافات، ولو اني الا شوية اضيف لها سكر على مود يصير طعمها اطيب حلوة. وناكلها بالمعلقة اعتيادي، واللي يحب يزيد ياكل اكثر ماكو اي اشكال. والرسول عليه الصلاة والسلام موصي باكلها، واحنا ان شاء الله اذا نسويها معزومين، نعزم نفسنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وناكل من خيره. وهاي نظفناها وزلنا كل البذور اللي بداخلها. طبعا شكلها هي ومو مستوية تشهي، فما بالك اذا استوت. الله يجعلها من نصيبنا، وان شاء الله مثل ما قلنا راح نكون ضيوف الرسول عليه الصلاة والسلام، لانه هو موصي باكلها. هاي قطعنا القرع الجبلي وراح نضيف له الماي ونحطه دست البخار حتى يستوي، لأن الفخير ما يستوي بسرعة. كانت هذه النتيجة النهائية بعد ما سلقناه وصارت بهذا الشكل. صحة وهنا، جربوها راح تعجبكم كثير. مطبخ يسرى إبراهيم. وهاي كانت النتيجة بعد ما سلقناه. صح وهنا.